المكشوفة اللي طالعة ترند اليومين دول وبتتباع ب650 جنيه وب500 جنيه. أنا عملتها في طواجن وبعتها ب45 جنيه، والطواجن قدامك أهي. واللي كلها ودقها عجبته جدا جدا. وعملتها 3 أطعمة: فراولة، وعملتها مانجا، وعملتها موز. تعالى اوريكم عملتها ازاي. نص كيلو من الكنافه حطيته في الفريزر لحد ما جمد، وبعدين فرمته ونزلت عليه بكوب الا ربع من السمنه السايحه. ودوبت الكنافه مع السمنه لحد لما الكنافه شربت السمنه كويس جدا. طيب انا هعمل ايه؟ هحمصها. فجبت الصينيه اللي هحمص فيها الكنافه، نزلت عليهم بمعلقتين من السمنه كده ووزعتهم، ونزلت بالكنافه بتاعتي. يا ست الكل، انت عندك طريقتين عشان تحمص الكنافه: يا اما على عين البوتاجاز من فوق وتقعدي تقلبي فيها كل شويه ومش هتاخد معاكي وقت، يا اما تدخليها في فرن البوتاجاز وتشغلي الفرن والشوايه الاتنين مع بعض، وبرضه هتقلبيها هتطلع معاكي باللون الذهبي الجميل ده. دي اهم حاجه في الكنافه انها تتحمص. هنعمل بقى الكريم شانتيه: نص كوبايه كريم شانتيه، عليهم كوبايه ميه ساقعه، عليهم معلقتين لبن بودره، ومعلقه من الكريم باستر او الباستري كريم. وهنحط معلقتين سكر، مش هنسكرها قوي عشان الكنافه نفسها هنحط عليها شربات فهتبقى مسكره. زي ما انتم شايفين كده، ادي الكنافه نزلت عليها بكوبايه من الشربات. تمام. وهقلب بقى الكنافه كويس جدا. فالشربات هيعمل ايه في الكنافه؟ هيخليها متماسكه. وهنبتدي بقى هنا هناخد الكريم شانتيه واقسمهم ل3 اطعمه. فانا خدت طبق هضيف عليه فراوله زي ما انتم شايفين كده، وطبق هحط عليه مانجا، وطبق هعمله بالموز. ادي الفراوله خلصتها، وادي المانجا زي ما انتم شايفين كده. هقلب الكريم شانتيه مع بعضه، والموز هبقى هنا يبقى الموز فريش مقطعه قطع صغيرة، ونزلت عليهم بيه كمان شوية من الكراميل أو مربى الحليب بتتباع عند الحلوانية. وقلبت كله على بعضه كده. ادي 3 أطعمة. وتعالوا بقى نشوف هنعمل القالب ازاي. هتجيب الطبق بتاع الرز بلبن، وعندك البلاستيك راب، هتنزليه كده في الطبق وتنزلي بشويه من الكنافه اللي انت محمصاها، وتحط اي حاجه في النص. انا هنا حاطط القمع يا جماعه. وهتبتدي ترصي الكنافه، وانت بترصيها كده اهم حاجه بقى الكبس بظهر المعلقه كده، تكبسي عشان لما نيجي نقلب تبقى عامله الشكل القبه اللي بيبقى باين دوت. وبعدين شلت القمع وحطيت، انا هعملها مانجا فحطيت كام معلقه مانجا كده، ونزلت بقى بالكريم شانتيه اللي هو بطعم المانجا. وهبتدي نزلت بشويه كده وهو مقفل بالكنافه، وقلبت في الطاجن اللي انا هبيعه. بصوا طلع شكل القبه الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهظبط بقى التسويق بتاعي، هزود المانجا عندي. تمام. وهبتدي هقفل الوش دوت. انا كان عندي هنا دي شوكولاته بيضه فقفلتها كده وخلاص. حطيت بس عين جمل، وكده طبق او طاجن المكشوفه كان طعمه جميل جدا. هنعمل واحده بقى بالفراوله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. برضو حطيت القمع في النص او اي حاجه، ونزلت بالكنافه، وشلت القمع وحطيت مكانه ايه؟ الفراوله. هحط بقى الكريم شانتيه طعم الفراوله، وبعدين هاجي هقفل بالكنافه الفراوله. هقفل بالكنافه بتاعته وهقلب بالمنظر ده في الطاجن اللي انا هشتغل بيه او هبيعه اهو. هزود بقى شوية فراولة، وهو مقفل بيه كريم بالشوكولاتة بيضة أو شوكولاتة دارك، أي نوع شوكولاتة، أو ما تقفلش خالص. وحطيت هنا فستقية، وكان زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده أحلى مكشوفة وب45 جنيه.